صباح الفل، صباح الياسمين، او مساء الخير، او السلام عليكم. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس كنت بعزل من مكان لمكان. فكنت مشغوله بقى في العزال وكده. انا النهارده بقى ايه؟ هعمل مسقعه. مسقعه مش اي مسقعه طبعا. كل اللي انا جبت كيلو ونص بتنجان، عشان احنا دلوقتي انا رايحه قاعده جنب ولادي، فلازم اكتر في الحاجه مش زي الاول يعني. جبت كيلو ونص بتنجان، وجبت ربع كيلو لحمة مفرومة، وجبت بطاطس. عيالي بتحب على فكرة المسقعة بالبطاطس المحمرة. وطبعا غلوان الحاجة مخلي الواحد بقى بصراحة مش عارف يفكر ان هو هيعمل اكل ايه. هنا بقى ايه؟ حطيت الزيت بتاعي، ومسكت البتنجان بتاعي قشرته نص تقشيرة كده، وحطيت طبعا الطاسة على النار، والعين التانية حطيت فيها بصلاية، واحط شوية زيت صغيرين. بجد المسقعة بتاخد زيت، كمية زيت جامدة قوي. بس بجد مش هقول لكم، اقسم لكم بالله ولادي مسحت الصينية الكبيرة دي اللي كانت بتقعد عندي. ما شاء الله ما شاء الله، بالهنا والشفا. اللي كانت طعمها تحفة. فقلت اما نجيهم بقى شوية واتبرع بقى، واجيب لهم ربع كيلو لحمة مفرومة. هنا نزلت بقى طبعا بالبصلاية، ونزلت توم يعني مهروس وكده، واقلبها شويه في الزيت تاخد تتبيله. بجد اكلتنا جامد قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا حبايبي بقى ايه، هيسوني بقى زي الاول، عشان انا بقى لي مده كبيره قوي قوي ما بخشش على القناه، عشان كان موت ابني وكانت الظروف مش مسامحه معايا قوي. فانا رجعت لكم تاني اهو، عشان انا بحبكم. هنزل بقى بايه؟ بكميه البطاطس. بجد يعني بتحطي بقى بحط على البطاطس، بحط على المسقعه بطاطس، او بحط على المسقعه بطاطس، بتبقى طعمها جميل، جربوها. هنا نزلت بالربع كيلو لحمه مفرومه بتاعي. على فكره الشقه هنا المطبخ بتاعها ضيق قوي، ما بيخلينيش اعرف حتى اتحرك، حتى قلب البوتاجاز يا دوبك هنا بتنفتي كده بالعافيه. بس الحمد لله يعني. انا عيالي اللي حبت تجيبني ناحيتها وكده، فجيت قعدت معاهم. انا قاعده في شقه ابني اصلا، مش شقتي بصراحه. قلنا نقعد شويه فيها لحد ما ربنا يسهل بقى ووضب الشقه بتاعتي القديمه يعني. رغم هي صغيره اوضتين بس دي كبيره حلوه. هبقى اصورها لكم واوريها لكم. هي شقه ابني مش شقتي انا. ونزلت هنا بقى بفلفل اسمر وكمون ومكعب مرقه دجاج، وحاطه طبعا البطاطس على العين التانية. لازم، انتوا عارفين المصريه بصوا تعمل كل حاجه في ثواني. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه، عشان ايه؟ ترجعوني زي الاول. لان انا بقالي كتير قوي 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 ما بنزلكوش حاجه، وكان عندي ظروف وكده، بس الحمد لله. هنا بقى هقلب البصلايه بتاعتي. ما تنسوش تجربوا المسقعه اللي بالبطاطس واللحمه المفرومه، تحفه والله، طعمها جميل جدا. وفلفل طبعا وكده. ونزلت هنا بقى ايه بعد ما دبلت البصلايه بالحته اللحمه المفرومه، ونزلت بالعصير الطماطم اللي انا عاملاه. انا بحب الطماطم على فكره، ما بحبش الصلصه بصراحه. مش من غواتي الصلصه. انا حتى لو القوطه غاليه اجيبها غاليه، وانا ما احطش الصلصه بصراحه، ما بحبهاش قوي. ممكن احطها في المحشي. هنا عملت الكميه اهو. هنا البطاطس على النار اهي، اول ما هتتحمر طبعا هطلعها. وهنا التسبيكة بتاعتي قربت بقى، هطفي عليها. والبطاطس اللي هتطلع بدل ما اوسخ حاجة تانية، بطلع على الصينية بتاعت التخديعة اللي انا بخدعها للمسقعة. ام لحمة مفرومة، شفتوا بتكلم؟ لحمة مفرومة يا جماعة. هنا الباذنجان بتاعي طبعا هقليه برضو. حاطة قرنين فلفل لقيتهم حاميين جدا، ما رضيتش اكتر عشان ايه؟ العيال حرام. هنا بصي المسقعة بتاعتي بعد ما خلصت طبعا هحطها في الفرن، تاخد كده بس ايه، وش كده بسيط. ومش هقول لكم على الجمال، ما تنسوش تجربوها. اقول لكم مع السلامة.